ازاي اوفر في مصروف البيت بطريقة لذيذة جدا، محسش ان انا ضغط على نفسي، وكمان اعمل كل اللي انا نفسي فيه. طبعا تحسوا ان انا بقول كلام كلاشيه قوي، بس هقولكم بجد طرق هتجيب من الاخر. وانا ليلي عماد. طبعا كلنا عارفين ان الحاجه اللي كنا بنجيبها بجنيه بقت ب2 جنيه، فمعظم ستات البيوت بقت بتستغنى عن الرفاهيات اللي هي شايفاها رفاهيات، وبقت متمسكه بالاساسيات بس بتاعت البيت. طب ما هي الاساسيات كمان بقت غالية جدا، وبقت زيادتها كمان من 50 ل100%. هتستغني عن الأساسيات؟ لا، انت بعد كده هتسقي عيش في مية. الطرق اللي انا هقولها لكم دي هتخليكم كمان ترجعوا الرفاهيات اللي انتوا كنتوا شايفينها رفاهيات تاني في البيت، وتحسوا ان الموضوع عادي جدا. رقم 1، المنظفات بقت غالية جدا، سواء بتشتريها من السوبر ماركت الكبير او بتشتريها من المحل بتاع المنظفات نفسه. بقت برضو بارقام مبالغ فيها، فانا عملت حل حلو جدا. منظف الارضيات ده اكتر حاجة انا بستهلكها، فابتديت اجيب الجراكن الكبيرة قوي، اللي هي مثلا انا كنت جايبه اخر واحد ده ب60 جنيه، حوالي 3 لتر. بعمل ايه بقى؟ جايبه ازازة صغيرة، بملى نصها مركز ونصها ميه، وصدقوني مش بتفرق في اي حاجه. اوعوا تتخيلوا انتم تحطوه مركز 100%، هو كده الجراثيم هتموت وحياتنا هتتغير. مفيش الكلام ده، احنا بس عايزين شويه صابون لما نيجي ندعك الارض او نمسحها، تبقى في يعني تدي لمعه وتدي ريحه، وهيحصل نفس النتيجه عادي جدا. والجيركن اللي كان بيقعد معايا شهر بقى بيقعد معايا مش اقل من شهرين. معطر بقى الارضيات اعملي فيه نفس الكلام، هاتي الاحجام الكبيره وخففيها واستخدميها، هتلاقيها اللي بتستخدميه في شهر هتستخدميه في شهرين. ده فيما يخص بقى منظفات والمعطرات. البرسيل احنا كده كده مش هنقدر طبعا نستغنى عنه، فده هيفضل زي ما هو ثابت. لو كلوروكس بقى، كلور الوان، كلور ابيض، الحاجات دي برضو الحاجات دي ثابته عشان نظافه الهدوم، ما نقدرش ان احنا نعمل فيها اي حاجه. فاحنا هنوفر في الحاجات التانية، وصدقوني هتفرق جدا في اسعار المنظفات اللي انتوا بتشتروها. تاني حاجه بقى تخص السكشن ده، الشامبو والبلسم. عايزه اقول لكم على حاجه، لو بتشتري شامبو والبلسم ناتشرال يعني 100%، ما فيهاش سلفيت بقى ولا كيراتين ولا بروتين ولا الهبل ده كله، انت مضطره تشتريه غالي، ومضطره تدوري على مكان يكون ارخص واحد فيهم بيعمل الحاجه دي. طب لو انا بستخدم الشامبو والبلسم العادي، حابه اقول لك المفاجاه بقى، ان اي شامبو وبلسم عادي كله زي بعضه، هو اللي بتختلف اسم الشركه والريحه اللي بتشميها. فهتشتريه ب100، هتشتريه ب700، واحد، صدقوني واحد. واقروا في الكلام ده، واقروا كلام دكاتره وشهاده دكاتره عن الموضوع ده، يقولك كل واحد اختلاف شركات بس. فاحسن لك لو بتستخدمي شامبو وبلسم فيهم سولفيت او عاديين يعني مش ناتشرال من الاخر، استرخصي ارخص حاجه وهاتيها. اهم حاجه تهتمي بس بترطيب شعرك، ده اللي ممكن ما تسترخصيش فيه، زي الحمام الكريم بتاعك او الزيت اللي بتستخدميه او اي مرطب انت بتستخدميه، ده اللي ما تسترخصيش فيه. صابون الايد والشاور جل لازم يبقوا سائلين، يعني بلاش تستخدمي الصابونه. عايزه اقولك ان الصابونه بتسيب رواسب على الايد ومش حلوه، يعني بجد فعلا صحيا مش حلوه. هاتيه احسن يكون صابون سائل. عايزه اقولك السائل في حاجات بتبقى 3 ازاز مع بعض عليها عرض، وتقعد معاكي بالشهرين وال3 شهور. صدقوني لو بتغسلوا ايديكوا في اليوم كتير جدا هتقعد معاكي بالشهر وشهر ونص. والشاور جل هاتيه سائل برضو، هاتي الكبير قوي يعني تفضي في ازازه صغيره، يا تحطيه في الحمام الكبير قوي، ده هيقعد معاكي والله العظيم لو بتستحمي كل يوم انتي والاسره كلها مش اقل من شهرين. كده خلصنا سيكشن المنظفات تقريبا. هتجيبي بقى المعطرات، يا ريت برضو معطر الجو ده تجيبيه ارخص حاجه. وعايزه اقول لكم ان انا بجيب منتج والله رخيص جدا، وعايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، برشه في الدولاب وعلى السرير بعد ما احط الملايه، وفي الحمام، وحلو جدا وبيقعد ومفيش اي حاجه. وبخففه في المعطر الكهربائي. يعني انا عندي معطر كده ديفيوزر، بتحطي فيه شويه معطر معاهم شويه ميه، بيترشوا بيقعد يطلع المعطر طول اليوم في الشقه، والموضوع بجد كأنك شارية اغلى معطر في الدنيا. فاتعلمي تفهمي انه المنظفات ما تقدريش تستغني عنها، ومفيش بديل ليها، بس تقدري تسترخصي فيها وتتعاملي معاها عادي جدا، وهتطلعي بنفس النتيجة بالظبط. استلزامات المنزل بقى، من المناديل والاطباق الفويل والاطباق البلاستيك والفويل نفسه اللي بنغطي بيه الحاجة والكلام ده كله. المناديل، هاتي مناديل تكون
عدد المنديل بتاعها كبير والمنديل نفسه تقيل، هتجيبي كمية اقل وهتجيبيها ارخص. يعني جبتي منديل لقيتيه عند محل الكيس ب10 جنيه مثلا وفيه 500 منديل، تلاقي نفسك المنديل الورقه وحشه جدا، فبتضطري تستخدمي 5-6 مناديل في المره الواحده. طب ما انت تجيبي باكت منديل يكون نضيف، مثلا باكت ب15 جنيه فيه 500 منديل، تستخدمي منديل واحد والدنيا هتفرق معاكي جدا. الباكت اللي انت هتستخدميه ممكن يقعد معاكي مثلا 3-4 ايام، احسن بكتير من الباكت اللي تستخدميه وتخلصيه في يوم، فهتلاقي نفسك وفرتي فيه كتير جدا. الاطباق البلاستيك استغني عنها. عايزه لو مثلا عامله عزومه مش عايز تغسلي مواعين، الاطباق الفوم كويسه جدا، العدد بتاعها كبير قوي وسعرها ارخص من الاطباق البلاستيك واضمن ويعني صحيه اكتر. لكن ما عندكيش عزومه تجيبيهم ليه؟ ما انت عندك اطباقك، معلش يعني انت لو غسلتي اصلا الحاجه اول باول مش هتكومي مواعين ومش هتتعبي. فاللي تقدري تستغني عنه في الحاجات دي يا ريت تستغني عنه. كوبايات البلاستيك مثلا عشان لو عندك ديسبنسر او جايلك ضيوف ماشي هاتي برضو كميه، بس يعني الحاجات دي كل ما نستغنى عنها كل ما كانت افضل واحسن، فلوس على الفاضي. الفويل بقى والاسترتش والكلام ده كله، لو انتي لسه ما اتجوزتيش انا بنصحك لما تجيبي طواجن هاتيها بالغطا بتاعها، يعني هتوفر معاكي العمر كله، عشان لما تكوني عايزه تشيلي حاجه تغطيها بالغطا بتاعها. والعلب البلاستيك نفس الكلام، خلصتي عايزه تشيلي الاكل بدل ما يترمي وتحطيه في التلاجة وبدل ما تحطيه في حلته، العلب البلاستيك بالغطا بتاعها. لو انتي خلاص اتجوزتي واتدبستي وما جبتيش الحاجات دي، لو قدرتي تجيبيها حاجه في حاجه يا ريت، لو مش قادره يعني خلاص انتي مضطره تجيبي ستريتش وتجيبي فويل، وبرده استرخصي لانهم ما لهمش اي لازمه واستخدام واحد بس. يعني انتي الفويل اللي هتحطيه هتشيليه هترميه، فبلاش تروحي تشتري اغلى حاجه، دوري على ارخص حاجه. الاكل وده الجزء طبعا اللي كلكم مستنيينه. اكتر حاجه في الدنيا هتوفر لك في فلوس البيت ان ما تجيبيش لقمه من الشارع، يعني ما تجيبيش لقمه اكل جاهز. طب ما انا عيالي بيحبوا الاكل الجاهز، طب ما انا بزهق فبجيب اكل جاهز مره او مرتين، طب ما احنا بنحتاج نخرج فنطلع ناكل بره. حبيبتي اللي انتي بتعمليه ده يعني انا مش فاهمه بتعمليه والله ليه في نفسك وفي عيلتك وفي عيالك. طب ما انتي ممكن تعملي الاكل ده في البيت. ايه لازمته ان انا اعمل طبيخ في البيت يكرههم من العيشه واللي عايشينها ويطهقهم ويخليهم مش طايقين اكل البيت وعايزين ياكلوا من الشارع؟ طب ما انت ممكن تعملي طبيخ وتعملي برضو اكل هم بيحبوه وتقضي شهرك في اللذاذه. وايه اللي يخليكي خروجتك وفسحتك ومتعتك تبقى انك تروحي مطعم وتاكلي؟ ما انت ممكن تخرجي تخشي سينما، تروحوا ملاهي، تعملوا حاجه انتوا بتحبوها وتاكلوا في البيت عادي. الفراخ ممكن تجيبيها تتبليها، تعمليها كنتاكي، تعمليها كريسبي، تعمليها شاورما، تعمليها فاهيتا، تعمليها شيش طاووق، تعملي كل حاجه ممكن تشتريها من الشارع. البيتزا بتتعمل في البيت ومش غاليه، انت البيتزا بتكلفك دقيق وشويه ميه وخميره وتعملي العجينه بتاعتها وتحطي عليها اي حاجه عندك في التلاجة، اي بواقي اكل، بواقي شاورما، بواقي لحمه مفرومه، بواقي جبن، اي حاجه انت عايزاها وهتطلعيها طعمها تحفه. وحاجه البيتزا اللي انت هتجيبيها مره، يعني هتجيبي مثلا برطمان الصلصه مره وهتجيبي الدقيق وهتجيبي الخميره، حاجه البيتزا دي ممكن تقعد معاكي 3 شهور. انا بقول لك اهو انا مجربه وبعملها كتير في البيت، وتقعد معايا مش اقل من 3 شهور، وبعمل في المره مش اقل من 2 بيتزا. اكتر حاجه كل الناس بتحبها الفراخ المقليه. طيب انت بتعمليها في البيت وبرده ما تطلعش زي بره، هقول لك على حل، اسلم حل في الدنيا. تمام. انا بجيب انضف حاجه، بوكس كده من اطياب في فرخه كامله. تمام. البوكس ده بقى دلوقتي ب160 جنيه تقريبا، في كام قطعه؟ في 9 قطع كبار يكفي 3 افراد. طيب انا لو رحت اشتريت كنتاكي من بره هيبقى بكام؟ مش اقل، ان كل واحد ده اقل حاجه كل واحد 100 جنيه. ده يعني ده انت كده اكلتوا حاجات عبيطه قوي في كنتاكي. يعني اللي انت هتاكليه ب 300 جنيه من كنتاكي او من اي مكان فرايد تشيكن هتاكليه في البيت ب 160 جنيه. ده اسلم حل، ده لو انت يعني شايفه ان انت فشلتي فشل ذريع في انك تعملي فراخ مقليه حلوه في البيت. يا جماعه ماجي وكنور وشركات كتير قوي ما خلتش في التوابل. عندك توابل شيش طاووق، شاورما، لحمه مفرومه، توابل طبيخ، توابل فاهيتا، توابل فراخ مشويه. اكياس التوابل وكيس التوابل ب7 جنيه، مش حوار. انت لو جبتي فرخه وعايزه تعمليها مشويه وحطيتي عليها كيس توابل وحطيتيها في الفرن او في الاير فراير او شويتيها، صدقيني هتطلع زيها زي اللي بره بالظبط.
كل بقى خدي من ده كله شيش طاووق وفاهيتا وكل حاجه انت عايزه تتبليها زيها زي اللي بره. هاتي كيس توابل وهاتي انت فراخك اللي في البيت وقطعيها واعمليها، وبجد صدقيني انت هتنبهري من طعم الحاجه وهتحبيها وهتحببي اللي في البيت فيها اكتر من بره بكتير. فانت كده عملتي اكل مفيد ليهم مره، وعملت لهم مره اكل هم بيحبوه، فهم ايه اللي هيخليهم يقول لك لا احنا مش عايزين ناكل؟ يبقى انت كده تقدري تعملي بيتزا في البيت سهله قوي، تقدري تعملي كل انواع الفراخ اللي هما بيحبوها سهله قوي، طبيخ تعمليه عادي. الجبن بقى واللحوم المصنعه، بصي انا هقولك على حاجه بجد بجد، مش بخل ولا ان انا ما بحبهمش، انا بحبهم جدا وممكن اصرف عليهم فلوس كتير قوي وهي اللحوم المصنعه. بس انا لما جربت اعمل في البيت لحوم مصنعه بقيت بعمل مره اقف وقفه كبيره مره وتقعد معايا بالشهر وما بتكلفنيش ربع الثمن اللي ممكن اشتريه من بره. يعني انا عامله فراخ مدخنه في البيت بتتقطع كده وتتحط في سندوتشات او تتحط على طبق مكرونه او تتحط على اي حاجه في الدنيا. عملت 4 صدور كبار يعني اخدوا مني تقريبا ساعتين وانا بعملهم. قعدنا شهر ناكلهم، ما كنتش حاسه ان انا عايزه اكل ادور على لانشون او حاسه ان الفطار بتاعي ناقص اي حاجه. لا، وبتعمليها في البيت بمكونات بيتي ولا بتحط لها مواد حافظه، وضامنه اللحمه بتاعتها انها نظيفه، يعني مش داخل فيها اي حاجه كده ولا كده، وبتكلفيها ربع تمنها. وبرضه في الاخر اقف عند الراجل اديني قطعه لانشون اذا تكرمت. ليه بجد؟ ده اللانشون بقى بالذات لما بيقعد في التلاجة اكتر من يومين بيمرر وبيبقى طعمه زفت، فتلاقي نفسك انت عماله تصرفي في الاسبوع حاجات للسندوتشات بتاعت المدرسه او للفطار. يعني ارقام الفطار بقى اغلى من الغدا والعشاء. ليه؟ على ايه؟ اتعبي نفسك بجد مره في الشهر وصدقيني هتخشي على الفيديو ده تقولي لي شكرا. انا عارفه ان انا في الفيديو ده ما اتكلمتش عن حاجات كتير برضو بنشتريها للبيت. لو في حاجه انا نسيت هكتبها في الكومنتات، وفي حاجات انا عارفه ان انا فاكراها بس هعملها لكم في فيديو تاني. يا رب اكون فدتكم، ويا رب فعلا حد يحاول يعمل حاجه واحده بس من اللي انا قلتها، صدقوني هتفرق معاكم جدا. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك على القناه بتاعتي. انا محتوايا زي ما انتم عارفين طبخ وحاجه البيت، وبحاول ابذل اقصى جهد علشان ان انا اكبر يعني الجمهور بتاعي، ويمكن امكانياتي صغيره بس انا بيكم كبيره جدا وانا مبسوطه كده، وان شاء الله نتبسط كلنا اكتر واكتر. اشوفكم في الفيديو اللي هو بارت 2. لو في حاجه انتوا عايزينها مخصوص اكتبوها في الكومنتات.